السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. اكلة النهاردة جوزي بيتجنن عليها، وبيني وبينكم انا بقى بعشقها وبموت فيها. اما ولادي بقى في الاول اتكبروا عليها، بس من حلاوتها ما سووش حتى العظم فيها. يلا بينا ندخل ونشوف مقاديرنا ايه وطريقة تحضيرنا. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا ندخل. يلا بينا. اول حاجة معانا وصيت الجزار على حتة عكوة كده حلوة، وطبعا الجزار لازم بتاعنا يكون مضمون جدا. وصيته وجاب لي بقى العكوايه القمر دي، وكان كمان مقطعها لي جاهزه عشان بقى اطلع كده شويه شوربه كده منها حلوين جدا. تعالى اقول لكم طريقه سهله قوي نعمل بيها اذا كان لحمه او كمان العكاوي. حطيت شويه زيت وعليهم فصين كده من مستكه، ابتدوا يدوبوا معانا، ونزلت بالعكوه بتاعتنا شوحتها كده على النار، والنار ما بتكونش عاليه، خلوا بالكم عشان ما تتلسعش معانا. قلبتها، وبعد ما ابتدت ان هي تتشوح معانا وانا بقلبها كده، قمت جايبه كده كام فص كده من الحبهان وورق اللورة، واديتها التقليبه التمام، وابتديت انزل عليها بقى بميه سخنه. ودي احلى طريقه تعملي بيها شوربه او مرقه، بتبقى خطيره جدا. والعكاوي بقى بتبقى متشوحه كده وفظيعه. غطيتها بقى وسبتها تعيش مع نفسها. يلا بقى كده نصلي على رسول الله وتعملوا لي بقى احلى لايك. ايه رايكم؟ يلا بقى يلي ما بتعملوش لايك اعملوا لايك. ودلوقتي بقى تعالوا علشان نقطع كده بصل. قطعت بقى البصل القمر ده بالطريقه دي، قطعت كده البصلايه نصين، وبعد كده ابتديت ان انا اقطعه جوانح زي ما حضراتكم كده شايفين. كل ما البصل يكتر في الوصفه دي كل ما الطعم هيبقى خطير والخير هيكتر ان شاء الله. قطعت بقى البصل كده بالشكل ده، وجيت بقى رحت جايبه طاسه على النار، نزلت كده بشويه من الزيت عليها، شغلت النار ونزلت بقى بالزيت زي ما حضراتكم كده شايفين. ويفضل بقى ان الطاسه بتاعتك تكون كبيره. وحطيت بقى كده مكعب من الزبده كده علشان ادلع كده البصل في قلب الزيت والزبده، يدينا بقى طعم حلو جدا. بصوا بقى الجمال. نزلت بقى بالبصل القمر بتاعنا كده، وابتديت بقى اشوح كده، وحطيت عليها نص معلقه من الملح صغيره، وشويه كده فلفل اسود عشان البصل بتاعنا ينزل ميته كده ويتحمر معانا ويبقى خطير جدا. قلبت بقى هنا البصل، وبصوا ما تستعجلوش على البصل، سيبوه كده ياخد وقته عشان يتشوح معاكم ويتحمر ويبقى لونه حلو جدا. شايفين البصل عامل ازاي؟ بصوا بيتدلع في قلب الطاسه بتاعتنا، خطير يا جماعه. نزلت بقى عليه بشويه بهارات كده لحمه، ولو ما عندكيش ما تحطيش. وحطيت بقى مكعب كده من اللحمه، وعلى فكره لو ما عندكيش ما تحطيش، بس عايزه اقول لك بقى هيديها طعم كده للعكاوي خطيره جدا. ونزلت بقى كده تاني بشويه فلفل اسود كده عشان يبقى الموضوع متبهر معانا، وقفلت عليها، ولون بقى البصل خطير زي ما انتم شايفين. وادي بقى العكاوي بتاعتنا بعد ما استلقت كده وبقت تمام جدا. ابتديت ان انا اجيب بقى الطاجن كده. عايزه اقول لكم الوصفه دي خطيره وهتنفعك بقى في سفره رمضان كده. اكله جامده بجد ومتينه. انا جوزي بيعشقها الاكله دي وبيحبها جدا، وانا بحبها جدا جدا جدا. شويه بصل بقى اصلا لوحدهم يتاكلوا اكل. صفيت بقى العكاوي كويس، وابتديت احطها كده على البصل في قلب الطاجن. وعايزه اقول لكم الريحه نفسها كانت خطيره. قلبت بقى كويس العكاوي بالبصل كده بالشكل ده، وابتديت احط كمان عليها ايه، حطيت عليها حوالي نص كوبايه كده من الشوربه بتاعه العكاوي، عشان بقى كده تاخد وتدي في قلب الفرن بتاعنا. وابتديت اغطيها بورق الالومنيوم، وعشان بقى تستوي كده قعدت معانا بالظبط تلت ساعه في قلب الفرن، او ممكن تقعديها نص ساعه زي ما انت حابه. وعايزه اقول لكم بقى طلعت، وخلوا بالكم الريحه كانت خطيره، مع شويه رز بشعريه. يا وعدي على الجمال، حاجه كده عظمه العظمه، خطيره. ولادي بقى اول طبعا ما قلت لهم انا هعمل عكاوي قعدوا يتنكوا ومش عارفه ايه ويتكبروا وده لا وبعد بقى ما دقوها تحفه. يا ماما يا ماما تسلم ايديكي يا ماما، كنت عملتي منها اتنين، اعمل منها اتنين، انتوا بتتهرجوا. العكاوي غاليه يا جماعه، في ايه يا جماعه؟ ما تهزروش. بصوا بقى ودايبه بقى مع الصوص كده، حاجة تانية خالص. انا شايفاكي يا اللي ما بتعمليش لايك اعملي لايك بقى، جربوها واعملوها بجد هتنبهروا بيها. دي كانت وصفتنا النهاردة، اتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير. باي باي.